سمعت يا ماما عن متلازمة توريت؟ هي متلازمة توريت؟ متلازمة توريت دي مشكلة من ضمن حالات اضطرابات اللوازم عند الأطفال، بيبقى فيها خليط ما بين اللوازم الحركية واللوازم الصوتية، وأحيانا من ضمن اللوازم الصوتية بيبقى فيه الألفاظ الخارجة أو الألفاظ النابية اللي احنا بنقول عليها الكوبروليليا. هتلاقي طفلك عنده خليط من الحاجات دي كلها، ممكن يكون كل شوية يتنحنح، كل شوية يعمل صوت زي صوت الشخير، ممكن كل شوية يمسح على راسه، يعمل حركة كأنه بيلمس جزء من جسمه طول ما هو قاعد، أصوات وحركات متكررة، وده بيعمل له مشكلة قوية جدا في ممارسة حياته اليومية، سواء كان في المدرسة أو في البيت أو في النادي. اللي لازم تعرفيه إنه هو مبيبقاش عنده القدرة في التحكم في هذه اللوازم، لأن ده بيبقى خلل في الجهاز العصبي. لو لاحظتي على ابنك أو بنتك المشكلة دي، يبقى لازم بنلجأ لاستشارة الطبيب، لأن ده هيبقى مهم. ليه مهم؟ مهم علشان نعرف التشخيص، لأنه ممكن يبقى اضطراب اللوازم هو اضطراب لوحده عند الطفل، أو ممكن اضطراب اللوازم يجي مصاحب لاضطرابات تانية زي فرط الحركة وتشتت الانتباه، من أكتر الحاجات اللي بتيجي معاها الاضطراب اللوازم. الحاجة التانية إن إحنا بعد ما نشخص مشكلتنا إن إحنا نبتدي نعالج الطفل. العلاج فيه منه علاج سلوكي، في الحالات المتطورة ممكن نلجأ للعلاج الدوائي لو الحالة متطورة جدا، عشان نقدر نهدي اللازمات دي ونقدر نرجع الطفل لحياته اليومية تاني. ياريت ناخد بالنا من الحاجات دي كلها، لأن صحة أولادنا النفسية نعمة ولازم نحافظ عليها.